عبده وصل. هنخلص الليله؟ هنشوف هو خارج، لو كان الجو رايق هنخلص. طب اللي معاه ده لو اتاخر هنتصرف ازاي؟ احنا مقولتنا على عبده بس. الجدع اللي معاه ده لو كان عاقل بعد عننا، عمل فيها شجاع السيمة، هو الجاني على روحه. ده انت دماغك سم يا عرفه. ما هو عشان انفذ اللي انت قلته ما ينفعش كده اقوله سك خبط لزق. تقوم شغال على ابوك وتبين له ان انت هديت عشان يجي في صفك. طبعا. ما هو انا لو فضلت على حالي ده نجاة مش هتوافق عليا، وابويا كمان هياخد صفها. لكن دلوقتي بقى ممكن اروح لنجاة اقول لها عرفه بتاع زمان خلاص انتهى، مات. في عرفه دلوقتي جديد، نيو لوك. عايز يعيش بقى في هدوء وراحة بال الباقي من عمره، ومحتاج واحدة أصيلة بنت ناس زيك كده تقف جنبه وتكمل بقى معاها بقية حياته. يا عيني يا عيني، ساعتها ابوك بقى لازم يجي في صفك ويبقى معاك. خصوصا بقى لما اقول له ان انا عايز بنت تعيش وسط ولاد اخويا واكون انا بقى السند للكل. يا لعبك يا لعبك يا ملعب. انا كنت عارف انك هتلعب وترسم وتخطط لحد ما توصل للي انت عايزه. كده بقى يا معلم، كله بقى تحت ايدك، المشتل واراده والمكافأة اللي هتاخدها نجاة. طب اقول لك حاجة يا عبده وهتصدقني فيها. قول. طب والله العظيم انا ما ناوي على شر، انا نيتي خير. انا عايز اعيش بقية حياتي بقى وانا مستور، عايز بنت تعيش وسط ولاد اخويا واكمل بقى حياتي في هدوء كده وراحة بال. انا خلاص يا عبده تعبت على المعاناة اللي انا فيها دي والشقة اللي انا فيه ده. طب وانت هتقدر تمشي عادل يا عرفة؟ احاول يا اخي، ونعيش بقى زي بقية الخلق دي ما عايشة، يعني احنا اولاد البطة السوداء يعني. عرفة اللي انا اعرفه ما يستحملش ده كله يا سيدي. لما يهفني الشوق وعايز اروشم معاك شويه واروش ابقى اجي اسهر معاك هنا ليله. وليله تجر ليله تجر ليله لغايه ما يبقوا 1000 ليله وليله. عندي ليكي خبر يجنن مش هتصدقيه. ايه؟ اتفقت مع صاحب كباريه جامد قوي، هتقدمي نمره عندهم. بجد؟ جرامت، مالك سايق العوا ومش فرحانه؟ ده انا قلت انك هتطيري من الفرح. لما انا فرحانه اهو. يا بنت ده انا خدت عربون ما تحلميش بيه. هو انا شفت حاجه؟ المهم ان انا شفت يا بنت، وما دمت انا شفت يبقى كأنك شفت بالظبط. مش احنا الاتنين واحد ولا ايه؟ ايه؟ لا ده انت تسد النفس، سايقه العوا وغلسه ودمك تقيل قوي. عموما انا قلت لك عشان اخلص ذمتي. بالاذن يا حلوه. بركتك مصيبه تاخدك. تيجي يا عم انت مستعجل ليه؟ عرفه. السلام عليكم. فايق؟ ايه الناس اللي بتظهر على اخر الليل دي؟ يا عم كنت جيتوا اول الليل كنا سهرناكوا سهره حلوه. فيها فايق؟ في حسابه لازم نخلصه يا عبده. لا حبيبي ده انا لحم مر قوي. عبده انت صاحبه؟ صاحب مين؟ عبده. ولا عمري اعرفه. امال انت واقف ليه؟ ده انا مشيت من بدري. يلا.
ايه ده؟ بقى ده شكل واحد عايز يتعدل حاله. استغفر الله العظيم يا رب. قال وهيقف جنب ابوه ويقف جنب بنته وجنبنا. وعلى رأي المثل ديل الكلب عمره ما يتعدل لو علقه في ديله قالب. الله يرحمك يا راجي، الله يرحمك. معقولة اللي حصل الليلة دي؟ ده الواد عبده راح في شربة مية. يا ترى مين اللي وراه اللي حصل ده كله؟ أنا مالي، شغل بلطجية في بعض. بس على الله رجلي ما تجيش في الموضوع ده. ما في ناس كتير شافونا مع بعض الليلة. يا الصبح قرب يطلع. أنا لو دخلت نمت دلوقتي مش هصحى حتى لو بالطبل البلدي، وهتبقى بدايتها غم مع أبويا. بلاها نوم النهارده. وانت بقى بجلالة قدرك جايلي من بدري قوي كده عشان تقول لي الكلام الفارغ ده مش كلام فارغ يا ست محاسن، مش كلام فارغ خالص. احنا مش قد عرفه وغلاسته، وخصوصا ان هو مش لوحده، ده معاه عبده البلطجي، وعبده البلطجي ده بجوز جنيهات يورينا ايام سودة. طب وانت رايك ايه يا عطا؟ انت كده كده هتخلعيه، ولما هتخلعيه هتبريه من كل حاجه. ماشي، بس ده كمان عايز فلوس. ما هو ده اللي فارسني، هينقص من الغله. نعم؟ قصدي يعني تعالي نحسبها مع بعض. نحسبها. بصي، انت هتدفعي مصاريف للقضيه، خلاص نديله المصاريف دي ونسد بقه. عرفه طماع وممكن يزودها. لا، هو واقع على الاخر وهيرضى باي حاجه، المهم انت توافقي. خلاص قول له اني وافقت، المهم ان انا اخلص من وشه. هبلغه وهتخلصي منه على طول. بس اوعى يضحك عليك في الاتفاق على الفلوس. انا محدش يقدر يضحك عليا في مواضيع الفلوس دي ابدا. ما انا عارفاك يا عطا، طول عمرك واعي. حر ونار في جتته القرشين اللي هياخدهم، كانوا هيبقوا من نصيبي بعد ما نول المراد. بتقول حاجه يا عطا؟ بقول يعني فطريني، شربيني اي حاجه، انا على لحم بطني من ساعتها خرجت من البيت على هنا، ومن هنا هطلع الصيدليه. ماشي يا عطا، ما انت برضو تعب نفسك معانا. لا تعب ولا حاجه ابدا يا ست الكل، المهم نول المراد في الاخر. وكنت شايل هم ان عرفه يغلبني في الصحيان، لانه مش واخد على كده. لكن تصدقي يا نجاة، الاقيه صاحي قبل مني ولابس وجاهز كمان. أنا اديتك كلمة يا حاج مش ممكن أرجع فيها أبدا. طبعا يا حاج، معقولة يعني انك تقول لابنك اصحى الصبح وما يسمعش كلامك؟ طبعا لازم يسمع كلامك ويصحى. الله يرضى عليك يا نجاة، أنا أصلي لما أحط حاجة في دماغي يبقى خلاص. لو ايه كمان، ده هو اللي صمم ان احنا نفوت عليكي عشان نطمن عليكي وعلى الولاد قبل ما نروح المشتل. كتر الف خيرك يا حاج انت وهو، احنا كويسين الحمد لله، انا والولاد ربنا معانا يا حاج. ربنا كريم. يلا يا ابني على المشتل. اتفضل اتفضل يا سلام يا حبيبي. مع السلامه يا حاج، ربنا يطول في عمرك. نجاة أنا عارف إن أنت تعبانة وبتشقي وكل يوم تودي الفطار والدواء لأبويا في المشتل. أنا خلاص هعدي عليكي كل يوم آخد الحاجات دي أوديها بنفسي. خليك أنت قاعدة في البيت كده معززة مكرمة، ربنا يقويكي. السلام عليكم. ألف سلامة. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. الله، هو ماله الجدع ده بيلون وش كده ليه؟ وبيتحنجل عليا وعلى ابوه. يا ترى ايه اللي في ضميرك من ناحيتنا يا عرفه؟